كل ما تطلع شمس جديدة الأحلام بتزيد، واحنا عشان أحلامنا سعيدة هنحققها أكيد، وإن قابلتنا مشاكل صعبة برضو الحل بسيط. as you can see شايفين الأوضة متبهدلة ازاي. عاوزة بقى انفض السرير النهاردة، اشيل كده وانفض واحط بقى مفرش جديد. عايزة احط مفرش سبونج بوب، بقالي فترة كبيرة ما حطيتوش. ونفتح بقى الشبابيك وهنشيل بقى الكتب دي نحطها مكانها. انت طبعا امبارح كان يوم الخميس فكنت براجع زي ما انتم شايفين، ده عربي. قعدت بقى ارجع شويه كده، ايه مراجعتش مراجعه كبيره يعني، جبت بس على النحو وجبت بقى الاقلام وقعدت احل شويه بس. فهنحط برضو الحاجات دي مكانها وهنظبط الدنيا كده، وهوريكم برضو الاوضه بعد ما اخلصها، فخليكم معايا. جبت امبارح الشبشب ده، شايفين بجد جميل قوي. حتى اختي برضو جابت واحد زيه بالظبط ونفس اللون، يعني احنا عجبنا اللون العسلي ده قوي. شايفين اول مره اشوف اللون ده بصراحه اهو، شايفين شكله خطير اهو. في من هنا كده حظ ذهبي جليتر كده، شايفين رب يكون ظاهر عندكم وعادي يعني، وتحسوه كده طري فاهمين من جوه، لان انا نادرا لما بلاقي طري واحد طري كده زي ده. ف ما تنسوش رايكم في الكومنتس. وده بصراحه اشتريته امبارح فقلت لازم ايه اوريه لكم، فتمام. وهنا يا جماعه بقى قلت لازم اخد شاور كده، فهلبس البيجامه الزيتي دي. هي عامة لونها افتح عندكم شوية بس يمكن مش شمسه كده. واكيد هلبس السليبر الجديد، وهحط البرفيوم الشوجري دي، طبعا دي ريحتها تحفة جدا. واكيد هحط المخمرية، مش عارفة بقى احط انهي واحدة، هطلع الاتنين وبعد كده هبقى اختار بقى، لان انا بصراحة محتارة. بس الاتنين بصراحة ريحتهم تحفة جدا، والاتنين على فكرة لسه شارياهم قريب. وهحط كمان الديرما. وبالنسبة بقى يا جماعة للناس اللي سألتني ايه رأيك فيها، بصراحة حاجة جميلة جدا، وبدأت انها تطلع بيبي هير. وبعد كده بقى بالنسبة للتوك اخترت التوكة الزرقاء دي، بصراحة حسيت ان هي لايقة وهي اصلا شفافة، فبجد تحفة جدا. وكمان جبت دي بتاعة الزيت وبتاعة الشامبو وكل حاجة. وطبعا اكيد المقشر بقى، حتى لو هتقشري جسمك ولو مرة في الاسبوع. وكمان اخترت الحلق ده، انا مش عاده يعني بقلع الحلق بتاعي اللي انا لابساه، بس قلت اما اجرب ده كده عشان حسيت ان هو شكله كده لطيف قوي. واكيد الليب جلوس اللي انا بعشقه وبستخدمه على طول، وانصحكم بجد جربوه، بيرطب كده ولطيف ولونه كمان تحفه جدا. وهلبس التوكه دي عشان لو ملبسش التانية ممكن البس دي على حسب بقى. وهنا يا جماعه بقى صليت الظهر، ويلا بينا نشوف هنذاكر ايه. هاي ازيكم عاملين ايه؟ طبعا ما تشغلوكوش شكل المكتب اللي هو بيموت حرفيا ده، بيطلع في الروح عامه يعني والله بجد. دي طبق اختي، يعني هي خارجه فهي جت مش لاقيه اي حته تسرح فيها غير هنا. شايفين الفسافيس؟ عارفين انتوا الفسافيس الصغنطوطه دي؟ انا كنت جايباها لها، كنت موريها لكم قبل كده. شايفين انا كنت جايباها لها كده قوي، بس ما علينا. شايفين المكتب؟ يعني هو في حل اصلا صعب، فهي جايه تصعبه اكتر. يعني نحطها لها كده على مكتبها، هي بقى تبقى تتصرف فيه زي ما هي عايزه، تمام. وبالنسبه بقى للحاجات دي، فانا امبارح كنت بلخص درس عامه يعني، ف هتلاقوا اول ما تلاقوا الحاجات دي كلها طالعه فاعرفوا ان انا كنت بلخص درس. دي ميداليه عادي، طبعا ميداليه كانت استاذ مديهالي بس من السنه اللي فاتت اصلا. طبعا اول ما تعرفوا ان الاقلام كلها متفتحه زي ما انتم شايفين كده، اعرفوا على طول ان انا كنت بلخص درس مش محتاجه كلام. يعني انا كنت بسأل، يعني طبعا تلخيص الدروس محتاج الالوان، محتاج كده يكون طاقه وحيويه. المهم احنا هنظبط المكتب عشان ما بعرفش خالص اذاكر عليه وهو متبهدل بالشكل ده. وطبعا ده ورق الامتحانات، امتحانات الشهر ده او الاسبوع ده عامه كانت
كتيره قوي، فيلا بينا علشان نعينها في الشنطه دي بحط فيها الامتحانات بتاعتي والورق المهم والحاجات دي كلها. فهي مش هتفتح ليه دي؟ فيها ورق كتير قوي اصلا. فالمهم هنحط بقى ورق الامتحانات ده هنا، ده فيه انجليش وعربي وعلوم. فانا طبعا الامتحانات لما تيجوا تمتحنوها مش مجرد هتمتحنوها وتنوا الورقه بتاعتها، لا طبعا بتعينوها عشان لما تيجوا تنسوا الامتحانات دي مثلا في نص السنه او كده تقدروا بقى ان انتوا تراجعوها تاني بقى في اي وقت وكده. اول ما تنسوها تبداوا انتوا تراجعوا عليها، او لو غلطتوا في الغلطات برضو تقدروا ان انتوا تتعلموا منها وكده، فالامتحان مش بيضيع على كده. المهم بقى انا روقت المكتب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مرضتش ان انا اطول عليكم علشان الفيديو ما يبقاش ممل او كده، فنضفته وكمان نظمته تاني. ويلا بينا دلوقتي علشان نذاكر. المهم ايه، يلا بينا عشان نذاكر. انا جبت الادوات اللي انا هحتاجها من الكتب يعني. نقفل بس الدرج عشان ما يغزنيش. ثانيه واحده يا جماعه. هو ايه ده؟ ايه ده بجد يا جماعه؟ انا اول مره اشوف عامله زي دي. مش عارفه مين اللي حطها عندي على المكتب. اي ثينك اخويا. ما فيش حد هيجيب الحاجات الغريبه دي غيره. اصلا العمله دي انقرضت. انا مش عارفه هي دي عمله اصلا مصريه ولا ايه دي يعني. اللي يعرف يقولي في الكومنتس. هي دي شكلها يا رب تكون ظاهره اهي. هو ده ظهرها يا اتنين ايه بقى؟ انا ما اعرفش. مش عارفه الحاجات دي بتيجي منين، انا مش عارفه. واحنا هنسيبها كده مكانها عشان يمكن اخويا جايبه ما اعرفش منين. فالمهم بقى دلوقتي يلا بينا عشان نذاكر. هقول لكم انا عليا ايه. عليا درس اللي هو محمد علي وبناء مصر الحديثه. راجع كده اول حته ونذاكر الصفحه دي. احنا كنا واخدين المره اللي فاتت لحد هنا كده اللي هو التعليم والثقافه. هناخد بقى احنا بناء القاعده العسكريه والبناء السياسي برضو، وهحل بقى الحته دي وليتس جو. وطبعا هنرجع على اللي فات عشان يبقى كده الدرس كله معايا كده ايه فاهماه. القلم ده يا جماعه خدته بجد تحفه، اشتريته امبارح. المهم انا يعني حاساه كده غريب. لو شوف فين اصلا السن بتاعه عامل ازاي. السن بتاعه كده تحسوه عارفين سن الخط بتاع اللغه العربيه ده. الخط بتاع اللغه العربيه هكتب انجلش والله يعني. المهم ايه، هو بجد كده خطه تقيل كده وخطه بجد جميل قوي. بس هو من النوع اللي بيحط حبر كتير قوي في الكراسه. اوكي. المهم ايه دلوقتي، يلا بينا علشان نذاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا بقى يا جماعه بدات ان انا اذاكر الدراسات وكده. وعلى فكره يا جماعه انا يعني واخده نص الدرس المره اللي فاتت وواخده نص تاني المره دي. فانا بقول لكم ان انا هراجع على اللي فات. يعني انا زي ما انا قاعده دلوقتي كنت براجع على اللي فات علشان لو المستر مثلا سمع في القديم وكده برضو يبقى معايا وما انساش الدرس. وبرضو الحصه الجايه لما يجي يدينا اخر حته بتاعت حروف محمد علي برضو هراجع على الدرس اللي فات كله، بحيث ان الدرس لما نيجي نحل عليه كله ما اكونش انا ناسيه. لا انا براجع عليه واحده واحده، وبعد كده لما اخلصه بقى كله برجعه كله مره واحده. فاهمين قصدي؟ ودلوقتي بقى كنت براجع على اللي فات وبعد كده هخش على الجديد وابدا ان انا برضو احفظه. وساعات بحفظ بالورقه والقلم وساعات بحفظ كده عادي لما انا يعني ببقى مثلا قادره ان انا اكتب وكده بكتب عادي. لكن ساعات بسمع كده زي ما انتوا شايفين، بقفل الكتاب او بحط مثلا ايدي على التعريف وحاجه ببدا ان انا اسمع لنفسي. وبرضو الموضوع ده مفيد جدا. ويا جماعه سوري صوتي ممكن يبان وحش شويه عشان انا تعبانه، ورغم كده والله قلت لازم اصور لكم عشان تتحفزوا كده على الدراسه. فصوتي ممكن تلاقيه غريب شويه. اوكي. وطبعا يا جماعه اي حد يسالني عايز يسالني على اي حاجه ممكن يسالني تحت في الكومنتس وانا ان شاء الله هرد عليكم كلكم. خلصت يا جماعه دلوقتي الدراسات وما احتجتش المراجعه في حاجه. لو كنت خلصت الدرس كنت ممكن احتاجه بقى، بس عامه اوكي. ودلوقتي يلا بينا علشان نشوف العربي.